خلاص بقينا في الشتاء وما عادش في حرارة الصيف اللي كانت بتسخن الموبايلات، وعشان السخونة أو الحرارة العالية أخطر حاجة على الموبايلات وأكتر حاجة ممكن تضر موبايلك، وعشان جات لنا شكاوي كتير عن سخونة الموبايلات وأسئلة عن السخونية ودرجة حرارة الموبايلات بتعلى، بنعمل لك الفيديو ده واللي هقول لك فيه كل حاجة تخص السخونية. ليه الموبايلات بتسخن، وإيه اللي لازم تعمله لما موبايلك يسخن، وإيه اللي المفروض تعمله عشان موبايلك ما يسخنش أصلا. قبل ما نتكلم في اي حاجة وقبل ما اقولك اي حاجة، خليني بس كده اتفق معاك ان اخطر حاجة على موبايلك ان درجة حرارته تعلى. اخطر حاجة على موبايلك هي السخونة. السخونة ممكن تتسبب في حرق البوردة او ان الشاشة تطبع. وبرضه خلينا اتفق معاك قبل ما ندخل في اي تفاصيل انه مفيش موبايل في الدنيا ما بيسخنش، كل الموبايلات بتسخن، بس الفرق ان ده بيسخن سخونة بسيطة ممكن ما تلاحظهاش، وده بيسخن قوي لدرجة ان ممكن يلسع ايدك. طب ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق ان ده في حاجة اسمها وحدة تبريد الشركة اللي مصنعة الموبايل عاملاها، وده ما فيهوش. وحدة التبريد دي بتبقى عبارة عن مادة بتتحط على البوردة جنب المعالج، والمادة دي بتبقى قابلة للسيولة، لما بتسخن بتسيح، ولما بتسيح بتمتص الحرارة اللي المعالج بيطلعها، فالموبايل بيبرد نفسه. اما بقى ده اللي مفيش فيه وحدة التبريد ما بيبردش نفسه، لازم لما يسخن حضرتك اللي تبرده عن طريق انك لما بتلاقي الموبايل بيسخن او سخونيته زادت في ايدك بتسيبه لحد ما يبرد، ولو سخن قوي او حسيت ان سخن اكتر من اللازم يستحسن تقفله. طيب يا عمي، ايه انواع السخونة دي او ايه هي الاسباب اللي بتخلي الموبايل يسخن؟ الموبايل بيسخن في 3 حالات: بيسخن على الشحن، وبيسخن مع الاستخدام العادي، وبيسخن وهو في جيبك، والتالتة دي بقى هي الكارثة. لو الموبايل بيسخن على الشاحن فالسبب مش هيخرج عن 3 حاجات. اول حاجة ان حضرتك ممكن تكون بتشحن بشاحن مش اصلي، ولو بتشحن بشاحن مش اصلي وبتسأل على السخونة او بتقول ليه الموبايل بيسخن وهو على الشاحن، يبقى المشكلة فيك انت. اشحن بشاحن اصلي. الشواحن ام 20 جنيه دي قلنا مليون مرة بتضر. بلاش الشواحن العادية وما تسترخصش في الشاحن. طيب بشحن بالشاحن الاصلي وبرضه الموبايل بيسخن، ممكن الشاحن يكون فيه مشكلة، ممكن تكون الوصلة مقطوعة. طيب بتشحن بشاحن اصلي وسليم والوصلة اصلية وبرضه الموبايل بيسخن وهو على الشاحن، هنا بقى ممكن تلاقي المشكلة في الكهرباء نفسها بتاعة البيت اللي بتشحن منها، الكهرباء مش مظبوطة، ودي حصلت معايا انا شخصيا. طيب الشاحن اصلي وسليم والكهرباء في البيت مظبوطة وكله تمام وبرضه الموبايل بيسخن وهو على الشاحن، في الحالة دي بقى يؤسفني ان اقولك عندك مشكلة بدايرة الشحن، ولازم فني صيانة يبص عليها وما تهملهاش، عشان دي مشكلة كبيرة ومع الوقت هتبوظ مكانها وهتحرق في البوردة. والنوع التاني بقى من السخونة او السبب التاني في سخونة الهواتف اللي هو السخونة مع الاستخدام، وطبعا دي واضحة من اسمها او واضحة من التعريف اللي انا عرفتها بيه، سخونة اثناء الاستخدام. يعني حضرتك ما تضغطش على الموبايل قوي في الشغل، الموبايل مثلا لو رامته 3 أو 4، يعني رامة صغيرة، ما تفتحش عليها تطبيقات كتير وما تديش المعالج اوامر كتير ورا بعض، عشان ده السبب في السخونية. المعالج لما بياخد اوامر كتير او بتطبخه زي ما بنقول كده بالبلدي بيسخن. وبرضه هنقول تاني، لما موبايلك يسخن سيبه من ايدك شوية لحد ما يبرد وما تشغلوش او ما تستخدموش وهو سخن. الموبايل لما بتستخدمه وهو سخن بتعرض البوردة انها تتحرق وبتعرض الشاشة انها تطبع. وفي نوع تاني من السخونية، وهي ان الموبايل ممكن يسخن وهو في جيبك لوحده. ايوه لوحده وهو في جيبك فجأة تلاقي الموبايل سخن، ودي حصلت حرفيا مع واحد صاحبي بيقول كنت قاعد عادي والموبايل في جيبي، فجأة حسيت بسخونية على رجلي، بحط ايدي على جيبي لقيت الموبايل سخن. بس اخونا بقى المحترم ده غلط غلطة كبيرة ويا ريت ما تعملش زيه. هو طلع الموبايل من جيبه وفتحه وشغله وقعد يدور بقى ايه السبب في السخونية وايه اللي خلى الموبايل يسخن. تطبيق شغال في الخلفية، لعبة نسيتها مفتوحة، حاجة مفتوحة، حاجة شغالة، اشوف ايه اللي خلى الموبايل يسخن. وهو بيدور في الموبايل وهو مشغل الموبايل والموبايل سخن، فجأة الموبايل فصل وما فتحش تاني. ولما جينا ندور بقى بعدها لقينا البوردة اتحرقت. فانت لو ده لا قدر الله حصل معاك، اول حاجة تعملها لما تطلع الموبايل من جيبك تقفله.
تقفله وتسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعدين تبقى تفتحه بقى وتدور ايه سبب في السخونية. اول حاجة هتعملها انك تدخل على اعدادات البطارية وتشوف اكتر تطبيق بيستهلك البطارية وتحذفه، تمسحه مهما كنت محتاجه. وبعد كده هتدخل على التطبيقات اللي موجودة عندك على موبايلك وتفرزهم واحد واحد، تدور في التطبيقات كلها وتركز قوي، واي تطبيق غريب مش انت اللي مسطبه تمسحه. وبعد ما تمسحه لازم الموبايل يتفرمط، لان كده موبايلك 100% مخترق. وقبل ما اقفل الفيديو عايز اقول لك حاجه صغيره كده خدها من اخوك. مفيش حاجه اسمها اكواد بتمنع السخونيه، مفيش حاجه اسمها اكواد بتبرد الهاتف، مفيش حاجه اسمها اكواد خاصه بالبطاريات ولا خاصه بالسخونيه الموبايل. كل ده كلام، كل دي ناس كل هدفها زي ما قلت لك قبل كده انك بس تفتح الفيديو عشان يحققوا مشاهدات. ما تصدقش الفيديوهات اللي منتشرة على النت يقول لك كود يمنع سخونية الموبايل، كود يخلي موبايلك يبرد، كود يخلي مش عارف ايه. مفيش حاجة بتبرد الموبايل لما يسخن غير وحدة التبريد اللي قلت لك عليها. وفي شركات بتسترخص او بتستعبط وما بتحطش وحدة التبريد دي في الموبايلات. في الحالة دي لو موبايلك مفيش فيه وحدة تبريد ذاتية والموبايل ما بيبردش نفسه، انت اللي تبرده لما يسخن. تبرده ازاي؟ تسيبه من ايدك لحد ما يبرد. وكنت بسمع ان في ناس موبايلهم لما بيسخن بيحطوا في الفريزر. ده غلط، ده غلط كبير قوي، وانت بتعرض موبايلك انه يتحرق. الموبايل كله ايسيهات وكله ملفات كهربائيه والكترونيه قابله للتاكسد وانها تملح. اي اي سي او ملف لو ملح باظ، وكمان بيحرق او بيبوظ مكانه او تحته في البورد. تحطش موبايلك في الفريزر. في واحد يقول لك حطيته في الفريزر وما حصلوش حاجه. يا عم ربنا سترها معاه. مش دايما هتبقى كده. حافظ على موبايلك واهتم قوي بموضوع السخونيه. وفي النهايه يا رب اكون قدرت افيدك بمعلومه ولو بسيطه. لو استفدت حاجه من الفيديو دعمه بلايك واشترك في القناه لو مش مشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.